السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنعمل وجبة من وجبات المطاعم. هنعمل التشيكن ستريبس أو أصابع الدجاج المقرمشة، ومعاه الرز الريزو. هنعمله بنفس طريقة المطاعم، وهنعمل الستريبس بطريقة اقتصادية وسهلة، من غير ولا نقطة لبن ومن غير بيض. الستريبس زي ما انتوا شايفين كده بيتكلم عن نفسه، ذهبي ومقرمش من بره، وكمان من جوه أبيض ومستوي جدا. وهو طريقته سهلة جدا، ولكن بتتطلب بعض التفاصيل وبعض التكات اللي لازم تخلي بالكم منها علشان يطلع بالشكل المرضي عنه. فتابع معايا الخطوات وخلي بالك من الملاحظات عشان يطلع باللون الذهبي المقرمش ده. والسر كله في طريقة قلي الستريبس. وهقولك كمان في نهاية الفيديو ازاي تحتفظي بيه ويطلع معاكي بعد ما تطلعي من الفريزر كأنك لسه عاملاه حالا بنفس القرمشة وبنفس اللون والطعم. خليكي معايا، يلا حط لايك متنسيش وسمي الله وتعالوا نبدأ. جبت هنا حوالي نص كيلو من صدور الفراخ، وقطعتها شرايح كده او صوابع تكون سميكه شويه مش زي البانيه، وتكون اصابع زي ما انت شايفاه كده. وتحاولي تقطعي الصدر بتاع الفخذ يكون بالعرض عشان النسار بتاعته تستوي بسرعه وما تبقاش صعبه معاكي، وما تخليهاش رقيقه عشان ما تنشفش، مش تنشف معاكي في الزيت. تتبيلة الستريبس بتعتمد على مجموعة التوابل اللي بتحط عليه، بس أنا هنا هضيف كمان عصير البصل، لأن انتوا عارفين الفراخ بيبقى أحيانا ليها ريحة زفارة كده أو ريحة فراخ كده مش مستحبة. فحبيت إن أنا أضيف عليه عصير البصل. هاتي بصلة كده مبشورة، حط عليها شوية ملح وسيبيها لحد ما تنزل ميتها، وحط ميتها على الستريبس زائد التوابل اللي احنا حاطينها ديت. التوابل اللي احنا حاطينها ديت معلقة بصل باودر، ومعلقة توم باودر، معلقة بابريكا، ونص معلقة فلفل أسود، ونص معلقة طبعا ملح. البصل اللي احنا صفيناها دي مش هنرميها، لا هنستخدمها في الرز الريزو زي احنا ما شايفين. كمان شويه نشوف ازاي نعمل الرز الريزو. تبلي بقى الفراخ وسيبيها في التتبيله دي حوالي 3 ساعات في التلاجة. هنيجي بقى نعمل الكفر الخارجي للاستريبس. عايزه كده بوله يكون غويطه كده، وتحطي فيها حوالي كوبايه ونص من الدقيق ونص كوبايه نشا. ما تكتريش النشا عن كده عشان ما تطلعش الفراخ صلبه معاكي كده ومجلده. معايا كمان نص معلقه بيكنج باودر. هنضيف بقى التوابل اللي هتخليها متميزة، اللي هي برضو معلقة من البصل البودر، معلقة من الثوم البودر، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة كركم على كاري، ومعلقة من البابريكا أو الشطة لو انت بتحبيها كده تكون مشطشطة شوية. وطبعا مش هتنسي الملح، نص معلقة ملح على الدقيق عشان تخلي الكفر دوت طعمه حلو. هنبتدي ناخد معلقتين من الدقيق اللي احنا جهزناه دوت بالتوابل، ونحطه فيه حوالي نص كوبايه ميه، نخلطها كويس. وهناخد الميه بالدقيق ديت ونحطها على التوابل والفراخ. طب ليه ما حطيتش الميه بالدقيق دي من الاول خالص مع التوابل الفراخ؟ لا، انا عايزه الفراخ كانت تتشرب كويس من التوابل، لكن كده هتبقى عايمه كده في الميه كده مش هتتشرب كويس. انا عايزاها تتشرب من التوابل، بعد كده ضفت عليها الميه بدقيق زي ما انت شايفه كده. هبتدي اخد بقى الاصابع اللي احنا عملناها ديت ونحطها في الدقيق اللي احنا بهرناه. ومهمه جدا بقى الحركه اللي احنا هنشوفها ديت، اللي انت هتحطيها تقلبيها كده في الدقيق شمال ويمين كده لحد بتحس ان هي ضغطت جامد جدا، مفيش اي جزء باين في الفرخه من مش متغطي بالدقيق. هتشيلها كده وتجيبي عندك بوله يكون فيها ميه ساقعه زي ما احنا شايفين كده، وتحطها بس ثانيه كده وترجعي تاني ترجعيها في الدقيق. الحركه دي بتخلي لها قشور كده محرفشه كده، اللي بتعملها الطبقه الكفر الجميل المقرمش بتاع الفراخ كده. لو انت عايزه تعيدي المره دي كمان ممكن تحطي مره كمان في قلب البوله ديت وترجعي تحطي في الدقيق. لو انت عايزه طبقه خفيفه هتكتفي بمره واحده، يبقى مره او مرتين، ما تزوديش عن كده. اهم نقطه بقى حطي وابتدي اللي انت نفضي زي ما انت شايفه كده. بحاول ان انا اضربها لتحت كده في الطبق، انفضها كويس. كل ما تنفضي كل ما يعمل حرافيش كده او قشور كده زي قشور السمك اللي بتديكي الكفر المقرمش اللي احنا بنشوفه في الفراخ. حطي في الميه الساقعه اهيت، ورجعي تاني قلبي وشوفي بقى التنفيضه اللي احنا نعملها المهمه دي جدا، بس بعد ما تغطيها كويس بالدقيق. نفضي لتحت كده، شوفي اضربي لتحت كده ونفضي. لو انت شايفه في حته زي ما انا بشاور لك باينه هي ما فيهاش دقيق، ارجعي تاني حط عليها دقيق. لازم يكون كلها متغطيه، لو في حته من الفراخ بانت هتتحرق معاكي في الزيت. جهزي بقى باقي الاصابع كده بنفس الطريقه، تحطي في الدقيق وبعدين في الميه وترجعي تحطي تاني في الدقيق وتنفضي كويس، وتحطي تاني في الميه لو عايزه طبقه تانية. مش عايزه زي ما قلت لك تكتفي بمره واحده. هنخلص بقى كميه المقدار ونروح على القليه. اهم جزء في الستريبس هو موضوع القليه ده. عشان نعمله مقرمش زي ما انت شفت كده في بداية الفيديو، خلي بالك من الملاحظات اللي اقولك عليها دي.
اول حاجه عايزين كسرولة كده غويطه او حله صغيره، مش عايزين طاسه عشان يبقى كميه الزيت فيها وفير كده وغزير. تاني حاجه عايزه زيت غزير، والزيت يكون ساخن مش بارد، وفي نفس الوقت مش بيغلي يعني ما قدحوش. النقطة اللي بعد كده تخلي بالك منها، ما تركنيش الفراخ، يعني تبلي بالدقيق وحط على طول مباشرة في الزيت، ما تركنهاش جنبك، واحدة بواحدة كده او اتنين باتنين وتحطيهم. ما تركنهاش جنبك عشان مش تعجن معاكي وتبقى منظرها مش كويس وما تعملش الحرافيش اللي احنا شايفينها دي. ملاحظة رقم 4، ما تحطليش أكتر من 3 وحدات في الزيت، خليها كده تبقى متغطية كلها بالزيت، مفيش كتير في الطاسة فيطروا بعض زي ما. النقطة اللي بعد كده، ما تقلبش كتير عشان الكفر ما يقعش من عليها، واهم نقطة زي ما انت شايفة كده، طلعي الوحدات حطيها على شبكة او على مصفى، ما تحطهاش على مناديل عشان ما تطراش، ما تحطهم فوق بعضهم كده يطروا، لا حطيها على شبكة زي ما انت شايفة كده او على مصفى، ما تحطش على مناديل، وسيبيها عشان تاخد راحتها، ما تحطيش فوق بعض. بكده تحصلي على احسن نتيجة للفراخ المقرمشة. تعالي بقى نشوف الرز الريزو اللي دايما بيتعمل مع الستريبس. هنعوز للرز الريزو البصل اللي احنا كنا منزلين المية بتاعتها، ومعانا دي باربيكيو، ومعانا كاتشب، وواحدتين من مرقة الدجاج او مرقة اللحمة، وبعض قطع فراخ صغيرة كانت طالعة من الستريبس وانا بقطعه، عندك موجود مش موجودة ممكن تستغنى عنها. هناخد البصلة كده ونبتدي ان احنا نشوحها في شوية زيت، وبعدين بعد ما تشوحها كده تبقى لونها اصفر، هنبتدي اللي احنا نحط عليها الصوصات اللي احنا قلنا عليها ديت، صوص الباربيكيو وصوص الكاتشب. لو انت مش عندك باربيكيو ممكن تحط بداله معلقه كبيره من العسل الاسود. هنا شوحنا الحتتين البايضين كده من الستريبس، حته فراخ كده كانت متقطعه، حطيناها تزيد الرز تديله قيمه غذائيه ويبقى طعمه كمان جميل، لكنه مش متوفر معاكي لا خلاص مش مشكله. بعد كده هنبتدي نضيف ان هنا المكعبين المرقة للبصل والفراخ، وزي ما قلت لك هنعوز الباربيكيو وهنعوز الكاتشب. الكاتشب اكيد موجود في كل بيت، لكن الباربيكيو لو مش موجود ممكن تحطي معلقه كبيره من العسل الاسود، او ممكن تعملي رز عادي بقى، الرز الاصفر البسمتي العادي، لكن اللي هو بالكركم والكاري والكلام دوت. لكن احنا هنا حبينا نغير وعملنا الرز الريزو. الرز الريزو مش بتعمل بالرز البسمتي، بتعمل برز مصري عادي. حطينا هنا اهو كيسين من الكاتشب او معلقتين من الكاتشب، ومعلقتين كبار من الباربيكيو. بعد كده جهزنا الرز المغسول والمنقوع، وابتدينا ان احنا نحطه على البصل والتوابل ديت، وهنقلبه شوية مع البصل ومع الفراخ ومع الصوصات اللي احنا حطيناها. شوحي كده الرز عشان يبقى مفلفل معاكي وجميل، وزي ما قلنا رز مصري عادي مش بسمتي. هتكوني مجهزة المية المغلية زي ما بنعمل الرز العادي، وهنبتدي نحطه على الرز ده. انا بصراحة حسيت ان الباربيكيو مش كتير فحطيت كمان معلقة، ضفت كمان معلقة. حطي بقى المية السخنة، وخلي بالك وانت بقى شوفي الحدق بتاع، انت عندك المرقة حادقة وعندك البصلة كان عليها ملح عشان تنزل المية بتاعتها، فانا ما ضفتش هنا ملح مع الرز، فخلي بالك ودوق الرز بتاعك، الملح المية بتاعت الرز بتاعك قبل ما تحطي الملح. هنا حبيت اعمل بقى شغل مطاعم، فجبت بولة كده وحطيت فيها تشكيلة من الصوصات، صوص المايونيز مع الكاتشب مع الباربيكيو، وقلبيهم مع بعض كده بيديكي طعم لذيذ جدا. وهتقدمي البولة ديت مع الرز الريز اللي احنا عملناه، ومع الفراخ المقرمشة الجميلة اللي انت شفتيها دي. كده قدمنا وجبة سريعة، وجبة من وجبات المطاعم بطريقة سهلة، وولادك هيحسوا كأنهم في مطعم، حاطين الفراخ المقرمشة اللي بيحبوها والرز اللي بيحبوه، وكمان الصوص جنبها يديله طعم خطير. من النهارده بقى مش هنشتري الوجبه دي من المطاعم، هنعملها في بيتنا بطريقه نظيفه وبطريقه سهله زي ما انت شايفه، بالطبقه المقرمشه الجميله وذهبي من بره كده زي ما انت شايفه وطريه من جوه، وهنعمل جنبها رز زي ما احنا شايفينه، ولازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. شوفوا مقرمشه من بره وجوه طريه خالص وبيضه ومستويه. لو انت بقى عايزه تخزني الاستريبس دوت، لا اما تحطيه بالتتبيله في الفريزر وما تطلعي تحطيه في الدقيق زي ما احنا شفنا، او تحاولي ان انت تحمريه نص تحميره كده وبعدين تعنيه في الفريزر وما تطلعيه بعد كده تكملي التحمير بتاعه، هيبقى لسه عاملاه ولسه طازه بنفس اللون وبنفس الريحه اللي كانت قلب الدنيا بصراحه، ولا كاننا في المطعم. وعايزه اقول لك على ملحوظه مهمه، الزيت كل شويه تحاولي من حين لاخر كده تصفيه عشان الترسبات اللي بتبقى في الزيت ما تخليش الستريبس غامق. ودي برضو وانت بتعمليه لو حسيت ان في بعض التكتلات في الدقيق كده بطرح التتبيله، حاولي اللي انت تنخليه كده يطلع معاكي احلى ستريبس واحلى رز ريزو واحلى صوص.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم، يا رب تجربوها وتقولوا لي في تعليقاتهم كده عجبتكم ونجحت معاكم ولا لأ. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.